السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم. اليوم حبيت نهضر على موضوع الكلاصاج تاع الشيكولا. هذه لا مارك تاع شوكولا دادا، ما كاش اللي ما يعرفهاش. وبما انه العيد قرب باذن الله، ما بقاش بزاف. الوغ كل مره نشوف في مواقع التواصل الاجتماعي بزاف ناس في التعليقات يهضروا على الكلاصاج تاع شوكولا، ودائما يقولوا بلي تخسر لنا وبلي ما تنجحناش، تجينا ذايبه ما تنشفش، تجينا يابسه. كل مره كاين اشكال. انا شوكولا البيضاء دائما نستعمل هذه شوكولا دادا مليحه، تعجبني سواء سواء في الذوق، تعجبني ما شاء الله. اما هذه في الصراحه، وحبيت نقول لكم بلي هذا رايي الشخصي، انا شوكولا دادا ما تعجبنيش. اولي هذه ما تعجبنيش. الوغ اليوم حبيت نقول لكم، نقترح عليكم الحل اللي غنديرو انا في الكلاصاج. دائما شوكولا تاع لي غاتو تاعي تاع شوكولا يخرجوا لي الحمد لله ملاح. الوغ في الشيكولا البيضاء هذه ما عنديش اشكال معاها، نذوبها عادي وندير لها ملونات وكامل، والذوق تاعها مليح، يعني ما عندي حتى بروبليم معاها. اما هذه صراحه يعني ما تعجبنيش، لا الذوق تاعها، واحيانا كي نذوبوها تخسر الناس، وكي نضيفوا لها الزيت ولا صراحه ما تساعدنيش. الو انايا دائما نحب هذا النوع تاع شوكولا اللي تقدروا تعوضوه بهذه. اي نوع، مش معناتها هذه بالذات، بصح اي نوع تاع شوكولا تحبوه، اولي بيان سور، ولا اي ذوق تحبوه، انا توجور نديرو لي في شيكولا. هنا تقولوا لي بوتيتر هنا تقام لكم غاليه، ولا هذه شوكولا دادا عندها 500 غرام ودير 35,000. هذه عندها 100 غرام كما راكم تشوفوا هنا معايا، هاي ليك عندها 100 غرام، والسومه تاعها بين 75 دينار حتى 80، 7500 حتى 8000. يعني كي نديروا حسابنا 5 حبات هذه تاع 8000 ولا 7500، 5 حبات باش نديروا 500 غرام تاع هذه. 500 غرام يعني لازم لنا 5 من هذه. الوغ كي نديروا 8 في 5 طيحنا 40,000، وإلا 7500 طيح قل من 40,000، يعني بيناتهم 5000 راه ديفيرونس. بصح كي تجي للذوق هذه احسن. وانتم ثاني تقدروا تخيروا اي نوع تاع شوكولا تحبوه والذوق تاعها يعجبكم، جيبوا بوتيتر النوع تاع الشوكولا اللي تحبوها يكون ارخص من هذه، لخاطر الشوكولا راهي في تزايد مستمر في الاسعار. هذه نشفى لها كانت تتباع 4000 4500، دوك زاد بصح ذوقها روعه ما شاء الله. كما قلت لكم يعني باش الكميه تاع هذه 35,000 تزيدوا عليها 50 دينار، تجيبوا كيما هذه ولا هذه وتخدموا بها، يعني ذوبوها في حباب مائي ولا في ميكروويف، يعني في ميكرووند، ذوبوها وتخدموا بها وتنشف لكم بلا اي اضافه، غيان دو تو. سورتو الا درتو الكلاصاج من الفوق، لازم من الكلاصاج يجيكم ناشف باش تكملوا لا ديكوراسيون تاعكم. انا نحب نستعمل هذو، ومادام انا كي حلوجيه صافي نحتاج كميه كبيره، نجيبها من لي غروسيست، نجيب كرتونه كبيره فيها 50 حبه، تقام لي اقل ساعات نشريها ب6000، ساعات ب5500، يعني نجيبها اقل بكثير من الحوانت. والناس اللي تخدم بزاف الكاطو يعني تقدر تشريهم كيما راني نقول لكم في كرتونه. سينو اي ربة بيت ولا اي امراه او سيده او انسه تحب دير الكاطو تاعها تقدر تجيب من هذو 5 حبات كيما هذو. انا يديروا لي تقريبا 100 حبه تاع كاطو على حسب الموديل اللي تستعملوه، كميه الشيكولا اللي ترفدوا. هنا هذه هي النصيحه اللي نقدم لكم، بما اني لقيت بزاف تعليقات على الشيكولا اللي تفسد لكم واحيانا الذوق ما يعجبكمش. انا استعمل هذه، وانتم شوفوا الشيكولا اللي تحبوا الذوق تاعها والموديل اللي يساعدكم والسومه اللي تساعدكم. كي تذوبوها ماشي شرط تقدروا تضيفوا لها شويه زيت، بصح ما تكثروش، مغرفه صغيره ولا تاع الزيت. اما على الذوق وسرعه كما يقول تجف اسرع بلا ما تضيفوا لها حليب، اصلا هي مخدومه بالحليب، ما في يجي كاو بالحليب.
على هذه انا انصحكم تستعملوا شيكولا من هذا النوع، يعني صغار هكذا، تجيبوا الكميه اللي تحتاجوها. هذه البيضه انا دائما تعجبني، يعني نخدم بها ما شاء الله. اما هذه ما تعجبنيش. الوغ هذه نصيحه للناس اللي عندهم مشكل مع الشيكولا. يعطيكم الصحه، نتمنى نتلاقاو في فيديوهات واحد اخرين، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.